نسيب احنا كل الدلع ده ونقعد على الجروب ونشوف مين عملت سين وما ردتش على رسالتي و10 فوائد لبذر الاستفندي؟ معقوله؟ ماما عايزه اعمل بيبي. طيب هو يبقى جده لسه متعلم يبعت صور من شويه. في اول حتتين وخلاص انا فهمت الزبده واروح ارده بقى. طب يمكن الفلوس في اخر حته ولا تهمني خالص. وسع من برج العقلاء. لا هذا البرنامج برعاية ده عماد الشناوي اللي جابه هنا. انا هحكي لكم القصه. بدات من رساله على جروب العيله، عيله الشناويه، لما استاذ مدحت قرر يعزم العيله كلها على اكله سمك في اسكندريه. حلاوه نجاح ابنه زياد، فخر الشناويه في الثانويه العامه. سامح قام كتب قال مبروك. مها مرات سامح ردت وقالت فرحت له من قلبي والله وبعتت قلبي. وجده حب يبارك قام باعت ورد. هنا سلوى مرات مدحت قالت ربنا يبارك فيكي يا حبيبتي، بس كانت مستغربه اشمعنى بعتت قلب واحد مش قلبين. خالو عماد سال سؤال مهم جدا، فين زرار القلب ده يا ولاد؟ المشكله بقى ان مها حست ان العزومه بتتقال تحتاني، اللي هو تعالوا كلوا وامشوا، فبعتت سمايلي فيس سمج مقلوب. خالو عماد اخيرا عرف يجيب الايموجيز وفضل يبعت قلوب ورا بعض ومبروك يا زياد. لكن زياد ملوش في قصه دق القلوب في الجروب دي كلها، لانه اصلا عامل ميوت. جده بقى لقى زياد ما ردش، ما سكتش طبعا، قام باعت ورد. مدحت حس ان الموضوع تاه منهم فاكد عليهم وقال هبعت لكم اللوكيشن، اي حد من العيله معزوم طبعا وينور. بس مها قريتها ازاي؟ هبعت لكم اللوكيشن، اي حد من العيله دي هي يجي يطفح ويمشي. بس سلوى قريتها هبعت لكم اللوكيشن عشان انا مغفل قوي ونفسي اي حد في العالم يجي يغرمني، وقالت لنفسها ان جوزها ايده مخرومه. هنا خالو عماد قرر يسال سؤال مهم جدا، ولا سامح انت عامل ايه؟ ومها ردت الحمد لله عايشين في نعمه. هنا سلوى افتكرت سلفتها بتلقح على مامتها الحاجه نعمه عشان ما جاتش اخر عزومه للعيله، فراحت بعت على الجروب دعاء المظلوم. خالو عماد قال انا ما بقتش اقدر، انا شحتي بقت على قدي، انا صحتي بقت على قدي، انا صحتي بقت على قدي، ما تيجي توصلني ياض يا زياد. بس زياد طبعا لسه عامل ميوت. جده حس ان العيله بتنهار، وهو طبعا الكلمه الاخيره قام باعت ورد. خالو عماد قام كتب لهم 10 فوائد للحلبه الحصى، السابعه ستدهشك. وانا بصراحه شخصيا نفسي اعرف السابعه دي ايه. سامح حس ان الناس بدات تهيس فرد ب5 اغضبني وقلب مكسور. سلوى تسكت ابدا، راحت بعت ستيكر واحد غريب كده بيقول عموما تمام صباح الفل يا معلم. جده بقى حس ان العيله وقعت في بعضها وبيرمي الكارت الاخير، قام باعت ورد. ايه بقى علاقه كل ده بخالو عماد والوقفه الغريبه اللي هو واقفها دي؟ ولا حاجه، هو جاله لوكيشن غلط فتحه راح الحته دي صعب علينا فقلت اتكلم معاكم شويه. العيله بقت جروب العيله، والبيت بقى كله واتساب، وقرايبنا بقوا ارقام ورسايل، بقى كلمه جنبها ايموجي، رسايل محفوظه هي. وحشتني قوي ايام تجمعات العيله بتاعت زمان. راح فين خاله اللي متغرب اللي كان بيجي من بره يجيب هدايا غريبه كده؟ فاكره هدايا غريبه جدا، اللي يقول لك انا جايب لك لبس جديد انت واخواتك، يطلع قميص واحد كبير ليكم كلكم. فاكر خاله ده؟ فين تيتا وتصغيط تيتا؟ فاكر الفطار؟ طب فاكر فطار مكرر؟ طب فاكر فطار تاني مكرر لحد اليوم ما يقفل معاك 12 وجبه؟ طب فاكر جده وعديته اللي بتخرفش في جيبك كده بتعمل دوشه تقلب الشارع كله؟ فاكر عمه بتاع اسئله الدراسه اللي هو كل ما يشوفك يقول لك اضرب لي 12 في 304 واقسمهم لي على 3.2؟ لا ده لما تتخرج بقى وتقول هيبطل يسالني تلاقيه تحول راجل مهم وواسطه يفضل يقول لك ايه خلص بس يا حبيبي هات شهادتك ومالكش دعوه بحاجه. طب خاله انا خلصت شهادتي اهي، خلاص بقى مالكش دعوه بحاجه. طب مش تعمل حاجه يا خاله؟ لا مش قلت لك مالكش دعوه بحاجه؟ خلاص مش هعمل حاجه، انا بقول لك مالكش دعوه بحاجه. طنط اللي دايما عايزه تستمد سعادتها منك انت واخواتك دي، فاكرها؟ انا فاكرها. لو هتشرفنا في الثانويه ولا لا؟ رفعت راسنا في جوازك ولا لسه؟ انت هنفرح بيكي امتى؟ طب ما فيش حاجه في السكه. طنط دي اللي ما بتفرحش بمجهودها دي ابدا، فاكرها؟ بقتش موجوده خلاص. كان في اجواء عائليه كده وحشتنا. فين الروح بتاعت لمه العيله بتاعت زمان؟ صحيح التواصل اونلاين ده بيجمع الناس اللي ما عندهاش وقت تتجمع، ولو حد متغرب مثلا بتقربه لاهله، بس الحقيقه ان الجروبات دي بدات تقلل التواصل ما بين القرايب اللي قادرين يشوفوا بعض. يعني فين مثلا صله الرحم في ان انا ابعت صوره جاهزه فيها طفل صغير ومكتوب عليها صباح الخير احبائي، وبدل ما ازور قرايبه ويجوا ونتكلم في حاجه ونطمن على بعض نبعت لبعض رسائل اللي هي بتخلص بيا رب دايما وستيكر كده وشكرا ونقطتين. وتلاقي بقى لو حد محتاج مساعده بدل ما اروح له ابعت له رساله او ايموجي عامل كده، انت تعبان يعني عايزني اساعدك؟ طب اهو
ليه؟ التهنئه بالمناسبات بقت كوميكس، الهدايا بقت صور بوكيهات ورد، جروب ورا جروب، وهم طبعا هم كام اسم ما بيتغيروش. هو عائله مجنونه جدا، حراس المجره، القدر يجمعنا، نساء حائرات، وتلاقي جوز عمتك جوه نساء حائرات، ده عادي، ما تفهمش ازاي يعني. المفروض ان هم نساء حائره بس جوز عمتي معانا، فاهم؟ ودايما ستات العيله تلاقيهم عاملين جروب لوحدهم اللي هو بيسموه الهوانم، جروب الهوانم ده، او عائلتي سر ساعات، ما تلحقش بقى اديله. طبعا الاسم التقليدي اللي هو اسم العيله ده الاسم التقليدي، عائله الشاذلي او الشاذلي جروب او عائله شلش والحاجات دي. فين ايام جده؟ وحشتني عيديه جده، انا اول ما اطمن على عيديه جده وحشتني قوي، ابص عليها واجي. مي كساب. نورة خالد أحمد علي عمر. بنت اختي. شكري عمرو، هو ابن خالي وانا ابن عمته. أنا نورما. أنا أندرو. أحمد سليمان. شيماء طنطاوي. ايه رايك تغني لي اغنيه كده بتفكرك بالعيله؟ ما تمنعوش الصادقين عن صدقهم. ايه اسم جروب العيله بتاعكم على الواتساب؟ آل سليمان. عيلة طنطاوي. فاميلي. اولاد واحفاد ماما حكمه. ما عندناش. مدخل احمد على جروب العيله عندكم؟ سألته يدخلني مرضيش، بس هو بقى ما مرضيش يدخلني فأنا ما دخلتوش. بتشوف ان جروب العيله على الواتساب بيقلل من التواصل وحب العيله لبعض؟ الواتس ده خناقات بس. كنت عايزه اتخانق بس. طب لو في ايدك تختار للجروب اسم جديد على ذوقك هيبقى ايه؟ ممكن نسميه العباسيه او الهبد على اصله. أو ممكن تسميه جروب العيلة بعد الحلقة دي. اولاد واحفاد ماما حكمه. ممكن نخرج. طب انتوا اعضاء نشيطين في جروب العيله ولا بتفضلوا الفرجه ولا من شاف ولا من دري؟ أنا مش أكتف بس أنا موجود، لازم أبقى موجود يعني. في حاجة في العيلة حصلت وأنا ما أعتقدش، لا أنا مش أكتف خالص. غالبا الواتساب عندي ميوت أغلب السنة، بس لا هو أكتف أوي. كلنا نشيطين، كلنا بنصبح على بعض الصبح. نتفاعل طبعا. الجروب بتاع العيله معمول من كام سنه ومين اللي عمله؟ من 3 سنين مثلا. كان حد في العيلة هو اللي عامله. لا، ابن خالي. حوالي 6-7 سنين. 3 سنين مثلا، وغالبا أختي هي اللي كانت عاملاه. الاضافه في جروب العيله عندكم اجباري ولا اختياري؟ لا بحس إنه إجباري. لا إيه ده؟ اختياري منين؟ مش من حقك تخرجي. لا مفيش حاجة إجباري. بص احنا بنضيف، واللي بيثبت بيثبت، واللي بيزهق بيخلع. لو حد خلع وعمل ليفت جروب بتعملوا ايه؟ أنا شخصيا بحفل. محدش بيحس من كتره. لا بيتهزق. بيتاكل طبعا. وبيتجاب وبيدخل. مش عايز تتكلم ما تتكلمش، بس ما فيش حد يمشي. مين هم بقى اعضاء جروب العيله؟ يعني معلش أنت مش فيه، بس هو في كل ما حد. عدا أنا. أخواتي وأولادهم، بابايا ومامتي، الدايرة الضيقة إحنا كده يعني. هم 8 عمام وعمات بولادهم بقى. مين اكتر حد بيبعت ورد في الجروب؟ مراتات خلاني يعني بيبعتوا دايما. من فل 40 وأنت طالعة. عمته صاصه دي تبعت ورد وتبعت قلوب ودباديب وحركات والحاجات دي بقى هي بتاعت- بتاعت الكلام ده. طب مين تخصص تحذيرات ونشر اشاعات والجو ده؟ امي. اي اشاعه في البلد امي. ماما برضو معلش يعني ولاد خالي الكبار الولاد. أختي طول الوقت لينكات تايهة في بحر الشات. ومين متخصص الوصفات الطبيه البديله؟ مامتي أكيد، خالو صلاح بقى بتاع الوصفات الطبيه. عشان نخس نشرب بقدونس الصبح. طب بتتجمعوا بقى مع بعض كعيله كل قد ايه؟ أعياد مثلا، عيد ميلاد حد، مناسبات مثلا، ممكن في الأجازات. لا بقينا نشوف بعض كتير مؤخرا يعني. كل شهر ونص مثلا. بقى مواسم تجمعات بقى. تجمعات عيد. بقت قليله يعني. حاجه، لكن قبل كده كان كل خميس طبعا. فاكره بوسه عمته او خالته عامله ازاي؟ لا في ناس بقى اللي بتبوس البوسه البايخه دي اللي هو. طيب بصراحه كده هو جروب عيله واحد ولا في جروبات صغننه متفرعه منه؟ لا طبعا في جروبات صغننه. ده هو ده بقى الأكتف اللي هم اللي قدنا أو اللي كده. في جروب تاني لينا احنا بقى اللي هو الجيل التاني في بنمهيص فيه بقى. اسمه شباب العائله. من سن كام بتدخلوا اطفال العيله الجروب؟ هي 10 11. من 7. ما عندناش سن. الجيل اللي بعدينا ده مفيش ولا واحد. هم اساسا مش هيوافقوا. طب لو عرفت انهم عاملين جروب من وراكم مش مدخلينك فيه هتعمل ايه؟ لا ما أعتقدش إني هزعل. لا أنا اتضايق طبعا. لا تعليق. لا هنكد عليهم طبعا، يا اما يضيفوني معاه. عمرك طلعت من جروب العيله؟ لا لا مفيش إحنا جروب عيلة silent. دلوقتي. خالص. لو عاملين عزومه بتكلم الناس واحد واحد ولا بتبعت على الجروب على طول؟ لا بص يعني بتبقى اسهل في الجروب. سلم واحد واحد الاول طبعا. لا لو في عزومه لازم نتكلم. طب لو انا بكلمك ومش باصص لك ده يضايقك؟ لا مش قوي يعني، يمكن انت بتعمل حاجه مهمه. انا بعمل الحركه دي كتير للاسف. بتتبسط اكتر لما حد يكلمك ولا يبعت لك واتساب؟ كلمني طبعا. لا واتساب طبعا. المكالمات طبعا. انا بحب الواتساب. لا الكلام طبعا. عيلتكم شبه انهي عيله من المسلسلات والافلام؟ رحله ابو العيله البشري. عيلتهم شبه سبع جار جدا. انتوا عيله ونيس مثلا. الليله الحلميه. اكتر رساله بتتكرر على الجروب ايه؟ جمعه مباركه. تحذيرات الكثيرة عن الكورونا. مامتي طول الوقت بتطمن علينا كلنا. صباح الفل. بتفتح اللينكات اللي بيبعتوها على جروب العيله؟ دي فيروس. بفتح بس ما بكملش بتاع الاخير.
ابدا. ساعات. لا بتضايق من اللي هي المسجات اللي فورورد فور اول دي ما بردش عليها خالص. اخر مسج جت على جروب العيله كانت ايه ومن مين؟ ها؟ لسه قبل ما نيجي اللي هي جمعه مباركه. خلو صلاح وكان تحذير عن الموجة الرابعة. ايوه تحذير عن الموجه الرابعه. طب ممكن تقلدها لنا بصوته الرساله دي؟ تحذير هام. اسمع يا ابني، الموجه الرابعه جايه، تخلي بالك وتقعد في البيت وما تنزلش، كمامتك في ايدك، كحولك في جيبك، تنزل وتطلع في 5 دقايق. طب اغنيه مفرفشه بقى للعيله ولا ايه؟ وسع من برج العقلاء لا طبعا يعني اكتر حاجه تثبت ان الواتساب ما فيهوش اي مشاعر ولا اي احاسيس ان الحاجات بقت محفوظه، خلاص هتقول كذا معناها كذا. صور يوم الجمعه 1 2 3 المصريين اخترعوا قاموس للواتساب، الاستيكرات دي بتحصل مش عارف فين، بقى سيستم مفيش رحمه. هو مفهوم انك تكون ما بتحبش الزيارات العائليه، يعني هي بتبان صعبه انا عارف يعني من اول وهله كده، وكل ما يتصلوا بيك فتقول لهم ظبطوا وكلموني. يا ابني ما احنا ظبطنا، تقول لهم معلش بصوا ظبطوا تاني، يعني ظبطوا حلو، ولما يظبطوا وتتجمعوا تقعد 10 دقايق وتروح. معلش يا جماعه انا كنت جاي بس امسح الكراسي بهدومي وفاهم المع كده الترابيزات وامشي. في بحث اتعمل من جامعه تيولان عن العزله الاجتماعيه كاثر من اثار السوشيال ميديا، بتقول ان السوشيال ميديا سبب رئيسي في اهمال التواصل الحقيقي بين الناس، وده له سبب برضه. يعني الواحد مننا بيتجنب تجمعات العيله عشان مثلا خايف يتسال عن انجازاته وما يلاقيش حاجه يقولها، وانت معذور برضه، يعني هتجيب انجازات كل اسبوع منين؟ ما احنا بنتقابل كل جمعه، فاهم؟ مطلوب منك بقى كل جمعه تقعد تقول انجازاتك. يعني الوحيد اللي هيسد في الموضوع ده مثلا ايلون ماسك، هو اللي عنده انجاز كل اسبوع او كل يوم. في اللي ما بيحبش يتعلق زياده عشان ما يخسرش حد، وفي اللي عنده مشكله مع مكان تجمع العيله وانه ممكن يكون بعيد عليه، ضغوطات الشغل والحياه عموما. طبعا ما بيفكروش في حلول، لا بتحاول تخلق وقت ولا طاقه، بس بتستسهل التواصل على السوشيال ميديا، مش حتى بالمكالمات، لا رساله بشويه كلام مكتوبين على الشاشه ما لهمش طعم ولا فيهم اي ذره حب. طب يا اخي لو مش خايف على زعل العيله منك، خاف على صحتك. يعني ما تعرفش ان البلاوي اللي بتحصل دي لما تستغنى عن لمه العيله وتكتفي بجروب الواتساب ممكن يحصل ايه؟ خد عندك بقى البحث اللي عملناه عن الموضوع ده، بيقول ان البعد عن التجمعات دي بيؤدي لارتفاع معدلات القلق والاكتئاب، كلام علمي، وارق وانخفاض في المناعه، ده غير ضعف صحه القلب والاوعيه الدمويه. شفت بقى ان غلاسه طنط ارحم؟ بيقول لك في اوعيه. عملنا مسابقه بين الفرق علشان نشوف مين الفريق اللي يستحق فعلا عضويه جروب العيله. اصلها برضه مسؤوليه كبيره يا جماعه، مش كده ولا ايه؟ بعد ما بيحصل اتفاق على الخروجه على الواتساب، كلمه اتبسطوا معناها ايه؟ يبقى اكيد مش جاي وبيحقد علينا. معناها على الله تخرجوا من غير. لو جده بعت صوره خروف يوم عاشوراء يبقى معناها ايه؟ اتلخبط في ميعاد العيد وبعت الصوره. بيعيدنا عاشوراء؟ لا بعاشوراء لبن بقى وكده نعمل بتاع. عرفت الخروف بالله؟ والله العاشوراء ايه عشان مالهاش خروف ابيض يبقى فكرني باللبن. هو يبقى جده لسه متعلم يبعت صور من شويه. فرحان قوي، فاول حاجه جت هي بتاعت لو عمته بعتت قلب لون ازرق يبقى معناه ايه؟ حسد. شبه اللي هو مع السلامه يا ابتسام كده. تك على السين يعني. مش احمر. هل انتوا خبره قوي في الموضوع؟ ابتدى يضايقني بقى. احنا نضرب وبعدين نفكر بقى. بالظبط. هي داست على القلب وطلع لها ازرق، فالموضوع بالنسبه لها سيان. طب والله انا اشتريت. طب الوان القلوب الثانيه معناها ايه؟ اسود اللي خناقه بقى خلاص. ايوه القلب الاسود ده دي معناها حلو دي. قوي قوي قوي. اللي هو طب انا بحبك بقلب اسود. طيب لما حد يكتب سواء كان على جروب العيله او على اي حاجه، اللي هي ميم 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 اللي ورا بعض دي بيفكر. لا مش عاجبه الكلام. ايوه بعدين كملوا، او اللي هو خلاص بقى الكلام خلص مثلا، اللي هو افتحوا انتوا بقى موضوع. موافق على دي؟ ميم 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 اللي هو بيكمل، لو حط قبلها الف اللي هو لا لا لا. ولو بالانجلش لا يا دكتوره. ايه احسن قفله للكلام على الواتساب؟ عندك حق. ده الحياة. راجل مسالم كبر ده احسن قفله للمنهت على الواتساب. عندك حق. او ليه علامه كده دي، عارف كده كده دي بقى بتضايق قوي. هي دي بتقفل الكلام كله. دي بتقفل، ولو الكلام لطيف بتقفل، اللي هو القلب الايموجي اللي باعت قلب ده، بوسه قلبي. اللي بيعمل سين دايما في الجروب بتاع العيله بس عمره ما علق ولا قال اي راي، ده يبقى ايه؟ مش مهتم. في اجابه لا تانية؟ ده اللي عامل زي الجاره اللي بص على كل حاجه وما بتتكلمش، عارفه كل الاخبار كده. سوسه يعني عايز يتفرج بس ما يردش. اتفرج بس ما ردش. اذكر اليوم اللي بيتقال فيه الجمله التاليه: صباح النشاط والاجتهاد والامل والعمل. الحد. السبت. ايه اليوم اللي بتحط فيه صوره فول وطعميه وصوره مبخره يا سلام. جمعه مباركه. مصر بخير. لازم. امتى بيتقال مساء الفل والجمال والدلع واللمه الحلوه؟ خميس. اكتساح. انا فقت لكم عشان انا مش شويه كده كنت لسه حاسه انها مش ده. لو احنا مش متفقين على الجروب على اي حاجه ورحنا المصيف، العيله المصريه الاصيله بيبقى الاكل الرسمي بتاعها ايه؟ مكرونه وبانيه.
صح. مكرونه أيوة، وبانيه. صح. 6 برافو درجات عليك. أيوة. 6 درجات على السرعه. طبعا طبعا أنت مكرونه بتهزر. ما اتفقناش على مكرونة ما دام مش متفقين يا جماعه ان احنا رايحين هناكل سمك هنعمل مش عارف ايه، بتروح تلاقي مكرونه وبانيه ده انا ههزق على الاجابه دي على فكره. لو تيتا بعتت صوره خروف في يوم عاشوراء برضه يبقى معناها ايه؟ بتسالنا جده بعت لكم صوره الخروف دي عايز ايه؟ لسه متعلماها من عمه اللي بعت الخروف اول مره. يا سلام، بترد على عمه فيها بصراحة. الضعف دبل لان دي بصراحه اجابه دي كل اصلا. نقطنا. عايزين 4 استخدامات لكلمه طيب مع تمثيل كل استخدام. طيب اللي هي استحلف. ماما بقى آه. طيب. ماما تقولها لك كده. اه طيب. كارثه دي برضه. كارثه ايوه. او طيب. لو راضيه عن حد ماشي يتقال له كده طيب. ماشي حلو حاسس برضه ان تحت كم الدرج. شر كده جوه لا ده مايو وهي راضيه. انت فاهم يعني. واحده فيها خير كده. ماما عايزه اعمل بيبي طيب. يا ريحه وحشه يعني. دي اكتر طيبات في حياتي. طيب لو حد بيبعت فويسات طويله اطول من دقيقه ونص غالبا بنعمل ايه؟ بصراحه تو طبعا. في اول حتتين وخلاص انا فهمت الزبده واروح رده بقى طب كأني- يمكن الفلوس في اخر حته. ولا تهمني خالص. انسب طريقه للاحتفال بعيد الميلاد على جروب العيله بتاع الواتساب. الجي اف بيقعد يعمل الفاير ووركس كتير كده. وتورته. فيديو الهابي بيرث داي والحاجات الطريفه سلام. ايه والظريفه كمان؟ دي. هو انسب طريقه ان احنا نتقابل على فكره يعني. ده أصل يعني أكتر. للاسف هو ده أسهل والله من للاسف الواتساب. والله. اشهر ستيكر معناه ان اللي قدامك غبي في 2021. في اللي هو دقيقه واحده نفهم بس. لا اللي هو الولد اللي هو اجابه صحيحه. عايزين درجة دي أولى. 10 نقط والله الله خام. يبارك. 10 نقط والله. لا 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 يستاهل عليها 10 كتير. نقط هنا الله صح. يبارك. اللي هو وانا مالي يا لمبي والحاجات دي صح؟ النتيجه جات لنا من الكنترول الفريق الازرق طبعا. يعني كم ده الاجابه بتاعت لازم السرعه دي يعني. طك 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 طك. هي قاضيها عليهم. احسنتم. اساسا جرين تيم مبروك مبروك. لا بس انت بس انت القفله حلوه بتجيب جول حلوه. معلش يا أستاذ أحمد مش المونتاج مشكلة. بس الجون اللي دخل في الدقيقه 92 ده هو ده بيبقى برضه له طعم. ايوه. تعالى بقى اقول لك اهميه الزيارات العائليه. اول حاجه بتقلل اي توتر او قلق عنك، حتى لو الكلام تقيل على قلبك، بس لما بتخليك تحكي مشاكلك وتفضفض باللي بيدور في دماغك. دي جلسه علاج نفسي من غير ولا مليم ببلاش. وكمان الدكتور مهما كان شاطر مستحيل يدعمك عاطفيا زي اهلك. نسيب احنا كل الدلع ده ونبهدل صحتنا، نتخلى عن الحب غير المشروط والدعم النفسي والونس والذكريات اللي بجد، ونقعد على الجروب ونشوف مين عملت سين وما ردتش على رسالتي و10 فوائد لبذر الاستفندي. معقوله؟ هتقول لي وماله ما نستحمل، المهم اننا نتكلم مع بعض. طب تعرف ان في بحث بيقول ان الكلمات المكتوبه بتعبر بس عن حوالي 40% من اللي انت عايز توصله للي بتتكلم معاه؟ يعني غالبا ما حدش يعرف انت زعلان ولا مبسوط ولا خايف ولا غضبان وانت بتكتب له على الواتساب. عشان تفهم فايده لمه العيله اكتر بص على الرسمه دي. بيقول لك ان حتى في التواصل الفعلي في الكلام اللي بيقوله يا دوب بيوصل للي قدامك 7% بس من اللي انت عايز توصله. الباقي كله عباره عن ايه؟ عباره عن لغه الجسم، الانفعالات. طبعا تخيل بقى كم سوء التفاهم اللي ممكن يحصل عشان ما فيش تواصل بصري. الجروب مش وحش كفكره، احنا كبشر فطرتنا هي الاجتماع، هي دي الفكره. غاويين لما بقى يا سيدي، ولو طولنا على الواتساب هنخسر بعض. طبعا مهما حصل اوعى تقول الكلام ده على جروب العيله او تقول ان انا قلت خلاص، لان انت لو قلت الحاجات دي على جروب العيله هتلاقي صورك وانت صغير طلعت وفي تسييح حصل ده بيننا وبين بعض. طب هل ده معناه ان جروب العيله وحش؟ يعني نعمل ليف ذا جروب دلوقتي حالا؟ اكيد لا. طبعا الجروب مهم جدا، مهم لدرجه ان في بحث برضه اتعمل على كبار السن بيقول ان ذاكرتهم وحالتهم النفسيه بقت احسن بنسبه 25% بعد ما اتعلموا السوشيال ميديا واستخدموا الموبايل. بس جروب العيله زي اي حاجه في الدنيا استفيد منها بس بالعقل. هو بيعوضنا عن لمتنا اللي راحت وسط الضغط وسحله الحياه، لكنه مش بديل عن اللمه. بيعرفنا الاخبار بتاعه العيله بس مش بديل عن انك تروح لحد تهنيه او تواسيه. القعده بتفرق جدا. بيفكرك باهلك بس مش بيغنيك عن رؤيتهم والتاثير بجد في حياتهم. بتنظموا من خلاله مواعيد التجمعات بس المهم ان احنا نتجمع بقى، مش ظبطوا وقولوا لي. حتى لو كل واحد مضغوط في حياته اخلق عشانهم، لان الدفى والاحتواء اللي بتقوم بيه من لمه العيله اللي بجد مستحيل تلاقيه في اي مكان تاني. لمه العيله نعمه، في ناس محرومه منها، انت حارم منها نفسك بمزاجك. وبالنسبه للجروب خلوه موجود بس اعرفوا انه مجرد حاجه افتراضيه كده، ما ينفعش ناخد مواقف من بعض على اساسها. تمام؟ عشان انا تهريت يعني. اللي ما ردش ده بيحبك عادي بس ما عندوش طاقه يكتب او بيصور فعنده شغل، سيبوه ما فيهاش حاجه. اللي بيبعت حاجات غريبه وهزار غريب كده ده مش عاوز يضايقك، بيبعت لك صور تضحك وبتاع، مش قاصد يغلس عليك، هو بس عايز يفكرك انه موجود في الدنيا، اسال عنه. بس اللي بيبعت بقى 10 اضرار للمكرونه سريعه التحضير و7 فوائد لليانسون ده كويس برضه مش مشكله يعني، خايف على صحتها عديها يعني. الو يا منى. ايوه مايو، يا ازاي؟
بصي بقى يا خالته، انا في برنامج وبعدين قالوا لي اختاري حد نفسك تقولي انك بتحبيه، فانت اول حد جه في دماغي. يا ابو صلاح، ايوه يا حبي، ازيك يا حبيبي؟ ازيك؟ انت عامل ايه؟ شكري عايز يقول لك حاجه يا خالد. ازيك يا عمي عامل ايه؟ اهلا وسهلا بالفنان العظيم. انت اخبارك ايه؟ كويس؟ الحمد لله. وازاي نورما عامله ايه؟ ازيك يا عمو؟ بسلم عليك اهي. انا كنت عايزه اقول لك زي ما انت قلت لي ان انت بابا، انا كمان عايزه اقول لك اني بحبك قوي. ربنا يخليكي. وما كانش في الوقت اللي اعرف اقول لك فيه ده من وقت ما طنط ما مشيت. الله يخليكي يا نورما، الله يخليك. مالك يا نورما؟ وانا بس حبيت اقول لك ان انا بحبك وما تبقيش ما ده انا تبقيش اللي ما اقدرش ربنا يحرمني منك ابدا. ربنا يخليك يا مي ليا. ما تبقيش بس تظلميني وتقولي ان انا مش بحبك. لا انت اغلى حاجه في حياتي والله. حقك عليا يا حبيبي، بس احنا على طول مع بعض على الجروب يعني. طيب بسأل يا شكري. حاضر يا حبيبي. طب وحشاكي قوي. هو انا بيتي بعيد قوي قوي يا لا شيماء؟ هجيلك يا حبيبتي والله. مش عايزاكي تبقي زعلانه مني في حاجه، انا ما بيبقاش قصدي ان انا ازعلك او ما بيبقاش قصدي ان انا اضايقك. بحبك يا ابن اختي انا بحبك قوي، واقول لك ايه؟ تقولش حاجه. اقول لك غير ان انت من احب احباب ولاد اختي. ربنا يخليك يا رب ويخليك لينا خير. دايما بتسأل عليا ودايما في ظهري يا عمرو. انت اللي في ظهري يا خالي. شكرا عشان انت كان اول بيت اتفتح لي لما جيت هنا. انا فعلا بحبك قوي. يا نورما في ايه يا ماما؟ في ايه؟ مفيش حاجه، انا فعلا بحبك شكرا. انا كمان يعلم الله. انت اجمل حاجه ماما جابتها لنا بجد والله. ماشي يلا. انا بحبك يا عمو قوي. وانا اكتر يعلم الله، انت عارفه. انا عارفه. الله يخليكي. شكرا شكرا شكرا. الجواب ده لخالي الله يرحمه. يا خالو علي، انت وحشتني قوي. مفتقدك. اتعلمت منك كتير. بابا حبيبي، شكرا عشان ثقتك فيا من يوم ما وعيت. كل حاجة أنا وصلت لها وعملتها كانت بسبب تربيتك وحبك ليا. تيتا منيرة، يمكن الحاجة الوحيدة اللي أثرت فيها فعلا هي فكرة موتك. أبي العزيز حفظك الله وأطال في عمرك، تعلمت منك الاعتماد على النفس دون حاجة السؤال إلى أحد. ماما انت اكتر حد شفته في حياتي بيدي محبه غير مشروطه. ابي العزيز، انا صنيعة يديك وقلبك وفكرك. انت سبب وجودي وسبب كرامتي. الى خالي الحبيب عادل، الله يرحمك. مش عايز اقول لك الدنيا صعبة من بعد ما انت مشيت. بفتخر جدا لما بقول إني بنتك، بفتخر أكتر لما بشوف الناس بتتكلم عنك إزاي. وحشني قوي جدالنا وما بنقعد نتناهد مع بعض، بالذات لما كبرت شوية وبنخلص الكلام والنقاش إن احنا نقعد نضحك. يعني لو في رساله عايزه اقولها لك يا ماما، هو ان انا سامحيني عشان انا عمري مش بعبر قوي عن المحبه اللي جوايا ليكي، بس انا بحبك قوي بجد، وطول الوقت حاسه اني مقصره في حقك. عمري ما انسى لما كنت مع ماما في العربية ورايحين نشوفك، بعدها التليفون رن واخر حاجة سمعتها البقاء لله، ارجعي منى انتي وبنتك، امك ماتت. كل يوم كنت تتصل بيا اهو، تسأل عليا اهو وعلى مراتي وابني. كلمة ازيك يا حبيبي. نفسي دلوقتي تكون مرتاح ومتونس ومبسوط. بس بجد توحشني قوي. ربنا يرحمك. من الآخر يعني يا محمود يا كساب، وكفاية لغة عربية بقى عشان الناس ما تتريقش. مش هسيبك تاني أبداً، أنت محبوس في حضني لآخر العمر.
لما تقول كلمة بحبك دي بتفرق جدا لما بتطلع منك لحد من قرايبك في التليفون وبقالك كتير ما كلمتوش، صوتك كده بيحسسه بالحنية وبيستحضر في دماغه ذكريات جميلة حصلت ما بينكم، بتفرق جدا. احنا شفنا حاجات غريبة يعني في ناس لما اتصلوا بقرايبهم افتكروا ان في مشكلة، انت بتقولي بحبك ليه؟ ده كويس. في ناس كتبوا جواب لناس من عيلتهم مش معانا، سابوا الدنيا، كانوا قاصدين علشان خاطر الناس لما هتشوف الجواب هتفتكرهم وهتدعي لهم. كلمة بحبك دي حلوة قوي يا جماعة، حبوا بعض. الدنيا مالها ولا احنا مالنا، ولا الزمان نسانا ايه جرالنا، بقينا نحبس في الصدور سؤالنا ونحسد البكين إذا ضحكوا. أنا اتفرجت على الحاجات. الله يسامحك. اتفضل يا استاذ. شكرا قوي، حاجات بسيطة والله. شكرا. معنا هنا معنا الله. ثانية واحدة داخلة تاني بنفس السوكسيه. حلو. هتبقى فيك قوي. انبهروا قوي. فيك قوي يعني مش انت فيها صدق، فيها صدق كده صح. ايوه. طيب نشوف بقى مين فين. في 2 زرق هنا اهو. ايوه في 2 ازرق كمان اهو. ايوه وفي 2 اخضر اهو. طب ما فيش نسخة تانية ولا ايه؟ ما تهزروش. وانتوا نورتونا، والناس اللي انتوا جبتوا سيرتهم النهارده دول كلهم اكيد مبسوطين ان انتوا فاكرينهم بالخير وان كل الناس تتفرج وهتدعي لهم. فرغم ان انتوا عيطونا يعني بس الله هتروحوا من ربنا فين. نورتونا ونورتوا الفاميليا. نصور بقى مع بعض صورة، بعد الصور بقى كده صورة جماعية كلنا. تسرقنا الدنيا وتاخدنا من بعد ساعات، وتروح أوقاتنا ومواعيدنا باصين في شاشات، تسحبنا الأيام تبعدنا وتعمل مسافات، ونضيع على بعض بإيدنا أجمل أوقات. سيبك من الزحمة الكدابة وشوف مين حواليك، هتلاقي الباقي مفيش غيرهم إيدهم بإيديك. لو زادت مرة عليك شيلة افتكر إنك عندك عيلة، احكي لهم عنك وبطيبتك حبيبهم فيك. دول منك ليك هما الأولى من كل الناس بيك بوجودك، بمشاعرك وبكل محاولة وبكل خلاصة مجهودك. لو زادت مرة عليك شيلة افتكر إنك عندك عيلة، احكي لهم عنك وبطيبتك حبيبهم فيك. مين يجري عليك ويشيل همك ويشد ايديك تصلب طولك، فين تلقى الحضن اللي يضمك وهتقدر ترمي له حمولك. لو زادت مرة عليك شيلة افتكر إنك عندك عيلة، احكي لهم عنك وبطيبتك حبيبهم فيك. هذا البرنامج برعاية